الذي يؤازر النادي الأحمر في هذه المباراة كما عودنا جمهور الوداد دائما يعني وفي لفريقه فريق الوداد الرياضي البيضاوي يساند ويشجع من أجل الألقاب. جماهير الجيش الملكي كذلك نطلب من المخرج أنه يعطينا جماهير فريق الجيش الملكي اللي حاضرة معنا في هذه المباراة، مباراة الوداد بالجيش، واللي حجت هي الأخرى من مدينة الرباط لتشجيع فريق الجيش الملكي، واللي كتجلس في المكان المخصص لفريق الرجاء كيسدد بقوة وكيعطي الهدف الأول لفائدة فريق الوداد. هدف لأنه كثرة الأخطاء ربما غيبقى يصمد لها في قروش، ولكن ربما كنت كنتظروا غادي يطيح خطأ وربما غيكون بداية. لكن حتى الطريقة اللي ضيع بها عميد الفريق المهدي النغمي الكرة والطريقة اللي دفاع فريق الجيش الملكي، لاحظ أن رضا الهجوج كان مع 4 ديال المدافعين كيسدد بقوة وكيسجل الهدف الأول لفائدة فريق الوداد في هذه المباراة اللي كتجمعوا فريق الجيش الملكي في حملة دفاع فريق الوداد على لقبه لقب البطولة الوطنية. تسديدة قوية وخطأ من فقروش والكرة في الشباك، هدف أول لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي. نتابعه من مختلف الزوايا. الوداد متقدم بهدف ل0. أول عمل مطلوب ديال روما هو تصحيح الأوضاع الدفاعية ديال فريق الجيش. بالفعل الوداد الكرتي يهز شباك فريق الجيش الملكي بهدف ثاني. الوداد نوم المباراة فؤاد، الوداد نوم المباراة، ويعني في المباراة اي لحظه كان فريق الوداد المباراة تراجع المستوى ديالها والايقاع ديالها، حتى بقينا كنقولوا بانه حتى هدف ما غيتسجلش. جاء الهدف مباغت، كرة ثابتة، اخطاء دفاعية. فحتى في الكرة الثابتة المدافعين ما داروش الحراسة اللاصقة وما داروش حراسة ديال المنطقة. اذا حتى الاستراتيجي والنيفو الاستراتيجي على مستوى الدفاع روما تبعه الخدمة بزاف في هذا الاتجاه. حتى يعني التقنيه ديال العناصر المتواجده في خط الهجوم. المنطقه اللي يسجل فيها الكارتي خص يكون فيها واحد، والا خص تكون رقابه لاصقه ديال الكارتي. وكيف قلت التقنيه اللي عند العناصر ديال الجبهه الاماميه. الوداد يبحث عن هدف ثالث، واعتقد زهير المترجي يضيف الهدف الثالث لفائده فريق الوداد. الوداد اللي نزل بالثقل ديالو على دفاع فريق الجيش الملكي، والحصه الان 3-0 لفائده فريق الوداد. زهير المترجي غادي يتضح بانه بطريقه كاريكاتيريه باش تسجل هذا الهدف، لانه الكل اراد ان يسجل بطريقته. وهدف ثالث، فرحه الجماهير التي تساند فريق الوداد في هذه المباراة. 3-0 حصة ثقيلة. وزهير المترجي كما قلت الذي التحق، كنا كنتكلموا على زهير المترجي الذي التحق بفريق الوداد قادما من فريق النادي البلدي البيضاوي على مستوى الفتيان، وكان وراء يعني استقطابه الفريق الوداد الشاكي اللي معروف بالحب ديالو لفريق الوداد، كان وراء جلب اللاعب المترجي لفريق الوداد. المترجي ابن منطقة الدروة، واللي اصبح ربح كبير لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. شاب يعني كيبلغ من العمر 19 سنه، ربح كبير لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. 3-0 لفائده الوداد. الوداد اللي انطلق بقوه للدفاع عن اللقب اللي بحوزته، انطلق بقوه لارسال اشارات على انه يعني وفي ضربات الاخطاء لفريق الجيش الملكي يسجل الهدف الاول لفائده فريق الجيش الملكي. يعني كانت كانت ضربة مركزة لحسن طير استقرت في شباك الحارس زهير العروب. التنفيذ ديال ضربة الخطأ كان يسجل الهدف الثاني. ولا شيء حسم، لأن هذا الهدف ربما يعطي معطيات أخرى. الجيش الملكي ينتفض في الوقت اللي كان منهزم ب3-0، اصبح الان منهزم ب3-2. هذه كنت كنتظر توشك انه يبحث على مهاجم اخر مكان فابريس اونداما، لانه فابريس اونداما بقى كيقلب على امتلاك الكره لتضييع الوقت، والمقابله لم تنتهي بعد. كان على مهاجم اخر يجيد الاختراق، يجيد البحث عن الهدف. ففابريس اونداما بدا يبحث عن المهارات واستعراض الفنيات اكثر ما يبحث عن الهدف رابع. هدف ثاني في مرمى الوداد. الجيش غادي يندفع لتسجيل هدف تعادل، في الوقت الوداد غادي يحاول هو الاخر لتامين نتيجه بتسجيل هدف.